انا مش عارفه اقول على الجمال ده ايه. ما هو لو قلت عليها بيتزا هبقى بظلمها، ولو قلت عليها حواوشي هبقى بظلمها، ولو قلت عليها فطيره برضه هبقى بظلمها. دي بقى كده ميكس من كل ده، حلاوه البيتزا على جمال الحواوشي على طراوه الفطير، حاجه كده وكمان عاملينها بحشوه مميزه جدا، طعمها خطير هيرضي كل الاذواق وولادك هيعشقوها. والأهم من ده كله إن هي سهلة وبسيطة، مش هتاخد منك أي وقت خالص. تعالوا بقى أقول لكم عملنا العظمة دي إزاي. بصوا يا بنات، أول حاجة أجيب كوبايتين دقيق وأنخلهم، وأنزل عليهم بمعلقة صغيرة من السكر، وأنزل بباكو خميرة فورية أو معلقة كبيرة خميرة، وأنزل برشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود دي بقى، ودي هتخليها مميزة جدا، هتخلي العجينة بتاعتك طعمها خطير. وأنزل بكوباية من الزبادي، كوباية صغيرة، و3 معالق من الزيت، واخلطهم بقى كده كويس مع بعض، واكون مجهزه جنبي كوبايه ميه دافيه انزل بيهم واحده واحده. هي مش هتاخد غير نص كوبايه بس يا بنات، انزل بيها واحده واحده. ولو العجينه طريت منك زوديها معلقه دقيق، اعجن فيها كده يا بنات حوالي دقيقتين 3، مش هتاخد عجن جامد يعني معاكي. بصوا لغايه ما تبقى معايا بالطراوه ديت، تبقى فيها تلزيقه خفيفه، وانزل في نفس البوله بنقطه دقيق كده، نقطه زيت، واحط العجينه بتاعتي واغطيها بستريتش راب او كيس اي حاجه عندك، وعليها الفوطه، واسيبها اقل حاجه نص ساعه. لو الدنيا حر هتخمر، لو اكتر لو في الشتاء هيبقى اكتر من كده، مش اقل من ساعه. وعلى ما تخمر تعالوا بقى نعمل الحشوه بتاعتنا الخطيره. اول حاجه هنزل بمعلقه زبده او بمكعب زبده، وعليهم معلقتين من الزيت، وانزل عليهم بصلايه مبشوره، بصلايه كبيره يا بنات، يا دوبك يعني تدبل حاجة بسيطة، وانزل عليها بجزراية مبشورة صغيرة برضو، احس ان هي دبلت شوية. احنا مش هنحمر البصلاية ولا الجزراية، احنا بس بنخليها تدبل بس مننا. وانزل بربع كيلو لحمة مفرومة، طبعا كمية اللحمة دي زي ما انتوا تحبوا، يعني عايزين اقل من كده كمان الموجود اعمليه، بس كده. وانزل عليهم، كان عندي كده كام وحداية سجق، رحت مقطعاه وهو متجمد يا بنات عشان اعرف اقطعه شرايح رفيعة جدا، نزلت بيهم. طبعا السجق مع اللحمة المفرومة ما اقولكوش على الجمال، وديتها في حتة تانية خالص. وانزل عليهم بنص معلقة صغيرة ملح، خلي بالكوا السجق يا بنات بيبقى حايق، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، وحطيت رشة من القرفة، رشة بسيطة جدا بتخلي طعمها تحفة، وحطيت رشة من جوز الطيب، وده اختياري. لو عايزين تستغنوا عن القرفة وجوز الطيب، عايزين تحطوا البهارات ال7 رشة منها تمام، او بهارات اللحمة تمام. نزلت بقى بطماطمايه مبشورة، وعليهم نص معلقة صغيرة من السكر، اقلبهم بقى كويس قوي. وبعد كده لما احس ان هي خلاص استوت، انزل عليهم بقى بشوية فلفل كده احمر على اخضر على اصفر زي ما انتوا عايزين. انا كان عندي احمر وكان عندي اخضر، نزلت بيهم. انا يا بنات هنا كنت حاطه فلفل حامي، طبعا انتوا زي ما تحبوا، عايزينه فلفل رومي بس براحتكم. بس كده، انا كده الخلطه بتاعتي خلصت، شايفين الجمال؟ اطفي عليها بقى واسيبها تبرد، تبرد خالص يا بنات. هنا بقى كانت العجينه بتاعتي خلاص خمرت، اخد بقى احط رشه كده دقيق، وانزل بالعجينه اقسمها الاتنين قد بعض يا بنات، او بالشكل ده كده. الم جزء كده واخليه واغطيه برضو، والتاني افرده اهو بالشكل ده، اديله برضو رشه دقيق وافردها. انا مش عايزاها يبقى السمك بتاعها سميك يا بنات عشان ما تبقاش منفوخه، عشان احنا هنعمل طبقتين، فعلى قد ما تقدري ترفعيها.
جبت بقى هنا صينية مدهونة زيت، وبقيت افرد الفطيرة بتاعتي، بصي على قد ما تقدري. وبعد كده اجيب الشوكة بقى وابتدي كده اغرزها كده في الفطيرة كلها كده، او البيتزاية، اي حاجة انا مش عارفة اقول عليها ايه، عشان خاطر ما تتنفخش معانا في الفرن. واجيب بقى الحشوة بتاعتي، كانت بردت خالص يا بنات، وانزل بقى احط الكمية اللي انت تحبيها واوزعها بقى كويس جدا. بس اهم حاجة ابعدي عن الاطراف بتاعتها عشان تعرفي تقفلي العجينة اللي هتبقى فوقيها. اهو بالشكل ده كده. نفرد بقى العجينة التانية بالشكل ده. شايفين السمك يا بنات؟ واخدها بقى احطها على الحشوة من فوق. بصوا لو حتة اتقطعت كده من النص ناخد حتة عجينة ونظبطها، يعني مش هيحصل حاجة. اهو بالشكل ده كده. بصوا بقى نقفل من اللي تحت، من الفطيرة اللي تحت على اللي فوق بالشكل ده، عشان ما تتفتحش معانا، وتدوسي عليها كويس قوي عشان ما تتفتحش معانا في الفرن. اهو بالشكل ده كده. واجيب برضو الشوكة واغرزها برضو من فوق، واغرز برضو الاطراف بتاعتها عشان ما تتنفخش جامد معانا. طبعا لو عايزة تحطي جبنة موتزاريلا من جوه من فوقيها براحتك. هنا بقى جبت بيضاية بملح وفلفل، رشة ملح ورشة فلفل، ونزلت بقى على الوش كده بيها، هتديها لون حلو قوي يا بنات. عايزة مش حابة البيضة وعايزة تحطي عليها جبنة موتزاريلا، ده براحتك. اعملها بقى كلها بالشكل ده، وانزل بقى عليها بشوية سمسم وشوية حبة البركة، وكده نبقى خلصناها. ندخلها بقى الفرن على درجة حرارة عالية، تاخد لون من تحت، يعني في حدود 3-4 دقايق تاخد لون من تحت، وبعدين نشغل عليها الشواية تاخد لون، ويبقى كده بقت زي الفل، هتطلع معاكي بالشكل القمر ده. نغطيها بفوطة اول ما تطلع عشان تبقى طرية معانا وما تبقاش ناشفة، وبس كده. ونقطعها بقى وهتاكلي احلى بيتزا او احلى فطيرة، احنا مش عارفين نسميها ايه، سموها انتوا بقى وقولولي. قطعيها بقى التقطيعة اللي انتي تحبيها بالشكل ده كده. انا حبيت اقطعها كده زي البيتزا. عاوزة اقول لكم طرية طراوة وانا بقطعها، وكفاية بقى الريحة، يعني دي بقى اللي محدش هيختلف عليها، كلهم هيحبوها. شايفين الجمال؟ ولا الطعم حكاية، والخلطة طعمها تحفة بجد يا بنات. الخلطة مميزة جدا، السجق مع اللحمة المفرومة تحفة، وسنة القرفة اللي حطيناها بتوديها في حتة تانية خالص. بجد يا بنات اعملوها هتعجبكم جدا. وكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص، وبألف هنا.